البداية دايو نوبيرا عربية أوروبية بتتوفر بكذا نسخة وكذا محرك، ولكن اللي موجودة معانا في الفيديو النهاردة في المقارنة هي النوبيرا الأوروبية التلاتة سلندر، وكذلك ليجانزا بتتوفر بكذا نسخة. فاحنا هناخد المنتشرة في السوق وهي الأربعة سلندر ال2000 سي. متوسط سعر نوبيرا حاليا من 130 ل 140 ألف، ومتوسط سعر ليجانزا برضو من 110 ل 120 ألف. يلا بينا نبدأ الفيديو. في التصميم الخارجي لليجانزا بنجد ان تصميمها حلو وضخم وملفت للانتباه بشكل كبير. العربية بتتميز بمصابيح ضباب ومصابيح رئيسية كبيرة امامية وخلفية، وتحسها عربية خاصة بحد مهم في البلد. على الجانب الاخر في نوبيرا فهي عربية من الخارج شكلها حلو ومفيهاش خطوط متعبة للعين، شكلها كلاسيك وتصميمها حلو ومتناسق، وتحسها لنس وكبرت سنتين شوية. في داخل المقصورة بقى نوبيرا وليجانزا مشتركين في شوية تجهيزات حلوة قوي، زي ان العربيتين فيهم ازاز كهرباء ومرايات كهرباء وباور ستيرنج ودخول بدون مفتاح. المساحة الأمامية في العربيتين مريحة وكويسة، ولكن في الليجانزا أكبر من نوبيرا شوية في المساحة العرضية والدواسة، والمساحة الخلفية أيضا أكبر من نوبيرا في الليجانزا، خاصة إن ممكن شخص ثالث يركب ويبقى مرتاح في الكنبة الخلفية في الليجانزا. مساحات التخزين في العربيتين مش كبيرة، ولكن مساحة الشنطة الخلفية فيهم نفس الحجم وبتكون 400 لتر. نيجي بقى للموتور في دايو نوبيرا. العربية متوفرة بموتور 3 سلندر 1500 سي سي عادي مش تيربو، بيطلع قوة 105 حصان وعزم 137 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات كهرباء. والعربية بتدفع امام العجلات ارقام الاداء من 0 ل 100 في رينج 13 ثانيه تقريبا، والسرعه القصوى 200 كيلو متر. اداء الموتور بيقدم معاك بشكل كويس في الطلعه، مش هتحس انه معجز معاك على السرعات المتوسطه، ولكن على السرعات العاليه هتبقى محتاج تدوس عليه شويه عشان تاخد منه افضل اداء. متوسط استهلاك البنزين للعربيه في رينج 9 ل 10 لتر لكل 100 كيلو متر. بالنسبه بقى للليجانزا، العربيه بتكون متوفره بموتور 4 سلندر 2000 سي سي عادي مش تيربو، بيطلع قوه 133 حصان وعزم 184 نيوتن متر، متوصل بفتيس اوتوماتيك 4 سرعات. والعربيه بتدفع امام العجلات ارقام الاداء من 0 ل 100 في رينج 10 ل 10 ونص ثانيه، والسرعه القصوى 220 كيلو متر في الساعه. اداء الموتور في الطلعه محتاج تدوس عليه علشان تاخد افضل عزم على عدد لفات كبير، وبتحس بتقل العربيه في الطلعه. بعد ال100 بقى العربيه بتبدا تفوق وتوصل معاك لسرعات عاليه بشكل سلس جدا، ومتوسط استهلاك البنزين للعربيه في رينج 10 ونص ل 12 لتر لكل 100 كيلو متر. وفي النقطه ديت دايو نوبيرا تكسب عن دايو ليجانزا في متوسط استهلاك البنزين، ولكن في ارقام الاداء هتكون ليجانزا هي اللي كسبت دايو نوبيرا. لو انت بتهتم باستهلاك البنزين فانا انصحك بدايو نوبيرا عن دايو ليجانزا، اما بقى لو بتهتم بالاداء والمساحات الواسعه فهنصحك بدايو ليجانزا عن دايو نوبيرا. نيجي بقى التعليق في ليجانزا. العربيه بتديك ثبات هايل على مختلف السرعات، تماسكها بيزيد على السرعات العاليه بشكل ممتاز، ومش هتحس انها بتهرب منك، والراحه في العربيه كويسه، بتقدر تمتص عيوب الطريق بشكل جيد. اما بقى التعليق في نوبيرا فالعربيه ناشفه شويه علشان تديك ثبات على السرعات العاليه، ولكن مستوى الراحه مرضي ومش هيضايقك الا لو انت شخص حساس شويتين للمطبات. بالنسبه بقى للامان فالعربيتين مشتركين في نفس تجهيزات الامان اللي هما 2 اير باج واي بي اس. طيب لو هنبص لعيوب ليجانزا هنلاقي ان استهلاك البنزين فيها عالي، وقطع الغيار فيها مش متوفره بشكل كبير مقارنه بالنوبيرا، وفي احيانا الفرامل بتاعتها ضعيفه شويه، وبالنسبه لان العربيه مش منتشره كتير وقطع الغيار مش منتشره فاعاده بيعها هيكون صعب شويه. اما بقى بالنسبه لعيوب نوبيرا فهيكون هو ان اداء الموتور بتاعها مش مرضي شويه بالنسبه للاداء في الطلعه وفي السرعات العاليه وكده، ولكن في المتوسط في المشي جوه البلد فهتكون العربيه مرضيه جدا وهتكون سلسه معاك وكويسه، مش هتحس فيها باي مشاكل. وهتكون برضو عيب نوبيرا ان العفشه بتاعتها ناشفه شويه. بس كده، شكرا لكم على المتابعه، اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرتم تستفيدوا منه. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وتسيبونا تعليقاتكم عن ايه الموضوعات اللي محتاجين نتكلم عنها الفتره الجايه، وكمان تتابعونا على فيسبوك، هسيب لكم لينك البيج في الوصف، وياريت كمان تشتركوا في القناه، هسيب لكم لينك القناه في الوصف برضو. مع السلامه.